الرئيس الألماني في زيارته لمصر جاي يطمن على إن مصر لسه ملتزمة باتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا. والرئيس السيسي أكد له موقفه إن مصر فعلا منع تماما أي هجرة غير شرعية بتخرج من البلدين، وإنها بتعترض أي سفن ومنع الكلام ده بتاتا، وتقريبا فعلا مصر ما بيخرجش منها يعني مركب واحدة للهجرة غير الشرعية. بس في المقابل مصر بتبقى فاتحة بقى الزريبة لكل اللي عايز يخش داخل، يعني لدرجة إن الأعداد بالملايين. الحكومة نفسها ما عندهاش حصر لعدد اللاجئين اللي موجودين في مصر، يعني الحكومة نفسها ما تعرفش هو الموجود رسميا قد ايه، واللي مسجلين ما يتعدوش الآلاف، في حين ان هم موجودين بالملايين كلهم داخلين تهريب، ولا حد معاه إقامة ولا ما حد معاه نيلة، وضغطين علينا في الحياة اليومية، وبيستفيدوا من الدعم، بيستفيدوا من الخدمات وكل شيء. وتقريبا كده خلوا حياة المصريين جحيم، يعني ان غلا في الإيجارات وغلا وتضخم في الأسعار وكل شيء، في جزء كبير منه سببه اللاجئين. لكن هي رقم واحد الإيجارات، كل الناس بتشتكي طبعا من الإيجارات، وكلنا عارفين وحاسين باللي بيحصل ده، واللي الحكومة قالت ملناش دعوة على لسان رئيس الوزراء الحاج مدبولي، قال ان الدولة مش هتتدخل في الكلام ده، سايبيننا بقى كده ايه يعني افشخوا بعض بقى، انتوا كلهم ملناش دعوة، احنا بعيد، احنا هنتفرج من بعيد. الحقيقة انا عندي سؤال، انا مش فاهم حضراتكم كحكومة، يعني انتوا فاتحين البلد كزريبة لكل من هب ودب، وكل اللي هربان من حروب في بلده او ازمات وجاي عندنا هنا. هو حضرتك قافل ليه الهجرة غير ما تفتح يا عم، ما تبعتوا الناس المهاجرين دي، بعتوها لأوروبا، ما أوروبا هي اللي عاملة الحروب، هي السبب في أزمات والحروب اللي بتحصل في المنطقة عندنا، وهم سبب خراب الدول العربية أساسا، وتسببوا في تهجير الناس دي، سواء في سوريا او في السودان او في ليبيا او في غيره، او حتى في افريقيا. يعني هم الاوروبيين والامريكان هم سبب في اللي بيحصل ده. احنا بنشيل قرفهم ليه؟ يعني احنا بنخدم عليهم ليه؟ ايه المقابل يعني؟ ايا كان الفلوس اللي بيدوها لنا دعم مثلا، هل ده يستاهل؟ فانا موقف الحكومة غريب بالنسبة لي. ابعتوا لهم الناس دي، خلوهم يعانوا ويدفعوا ضريبة للي بيعملوه.